لو مشيت على الخمس خطوات دول انا بقول لك كل يوم هتلاقي نتيجة في الجيم حرفيا. طب يا جماعة، انا كابتن عزو، مدرب معتمد من الاتحاد المصري لكمال الاجسام ومدرب معتمد من نقابة المهن الرياضية، وعندي الجيم بتاعي ومدرب على ارض الواقع بقالي 10 سنين. ومن وجهة نظري دول اهم 10 حاجات تعملهم لو انت عايز تتطور كل يوم في الجيم وتلاقي نتيجة قوية. فخلينا نبدأ يلا بأول حاجة، وركز معايا كويس جدا عشان رقم 5 هو أهم نصيحة ممكن تحولك في الجيم حرفيا. أول حاجة هتكلم فيها النصيحة رقم 1 وهي التغذية. ناس كتير بتكون مهملة التغذية ومش عارفة أهمية التغذية، بتيجي بتتمرن في الجيم. وأنا لما باجي أقول لك مثلا النصايح دي لما بقولها لك بتكون مبنية عن كذا عميل أنا اتعاملت معاه على أرض الواقع، ودي كانت مشاكلهم. أول حاجة إنك بتكون جاي الجيم بتتمرن فاكر ان التمرين هو اللي هيطورك 100%. التمرين هو عبارة عن 30% كعامل مساعد مع التغذية عبارة عن 70% للتطور بتاعك في الجيم. طيب فيديو النهاردة هيكون هدفه للضخامة العضلية، فلو انت هدفك ان انت تضخم عضلاتك فهيكون اهم حاجة تلتزم بيها هي واجباتك. وواجباتك دي لازم نقسمها لاربع مرات في اليوم، ومش هنخش في تفاصيل كتير، هنعرفك اهم الاربع وجبات اللي انت تمشي عليهم وبعد كده ننتقل على المرحله الثانيه. اول حاجه عندك وجبه الفطار، لازم تكون وجبه مهمه ولازم تفطر في اليوم. تاني حاجه عندك وجبه قبل التمرين، لازم تكون مهتم بيها ومهتم بالكربوهيدرات بتاعتها وتزود فيها الملح علشان يكون عندك قوه في التمرين. وبمناسبة الملح، لو جبت كوباية مية صغيرة وحطيت فيها جرام واحد من الملح قبل التمرين هيديك قوة في التمرين وهيديك باور رهيب، هتحس ان انت واخد بري ورك اوت طبيعي. رقم 2 الوجبة اللي بعد التمرين اللي هي فيها نسبة بروتينات علشان تعوضنا من الهدم العضلي اللي احنا عملناه في التمرين. رقم 3 وجبة قبل النوم، وهي مهمة برضو، اللي بيكون فيها كازين زي الألبان زي الجبن القريش زي كل الكلام ده لازم نستخدمه. يبقى كده عندنا 4 وجبات أساسية لازم تكون ماشي عليهم في اليوم علشان نشوف تطور حلو في الجيم. النصيحة رقم 2 الأوزان في الجيم. مش سواء انت بنت او سواء انت ولد، الاوزان هي عامل اساسي للتطور البناء العضلي. لو انتوا بتروحوا يا جماعه علشان تطوروا جسمكم وعلشان تبنوا عضلات فلازم تشيلوا اوزان. فانا هديك خطه كده علشان لو انت ما انتش قادر تشيل اوزان تقدر تشيل اوزان. اول حاجه انت مثلا النهارده رايح تلعب بنش بريس او رايح تلعب دمبل بريس او ايا كان الماشينز اللي انت هتلعب عليها، فانت مثلا بتقدر تجيب على الماشين دي بتقدر تجيب مثلا 10 عدات بال10 كيلو. في ناس بتقوم رايحه مزوده وزن كبير جدا وما تقدرش تجيب غير عده عدتين ثلاثه، وبالعكس بيكون التمرين بتاعها غلط. العضلات دي بتكبر او العضلات دي اليافها بتتخن لما بتكون العضله بتتعرض لحاجه قويه، فالعضلات بتقول يلا بينا نكبر او يلا بينا ننضج ونتخن علشان نستقبل المجهود اللي جاي لنا ده ونقدر نصده. فهنتعامل معاها بذكاء شويه. اول حاجه لو انت بتلعب ب 10 كيلو على جهاز معين بتجيب مثلا اخرك 10 عدات، فعشان تكسر الوزن ده لازم توصل بالوزن اللي انت بتجيب بيه 10 عدات تجيب بيه 15 عده وتجيب بيه 17 عده وتوصل كمان انك تجيب 20 عده. وما تقوليش اصل اللي بيجيب عدد كبير بينشف واللي بيجيب عدد قليل بيضخم او ايا كان. يبقى احنا الاول عندنا الوزن عشان نكسر الوزن وننط للوزن اللي فوق منه ونجيب وزن اعلى، لازم الوزن اللي احنا بنجيب بيه 10 عدات نوصل ان احنا نجيب بيه 15 عده و20 عده. بعد كده هبدا ازود الوزن اللي انا زودته ده بقى 15 كيلو او بقى 20 كيلو مثلا، فهنا ما عدتش قادر اجيب غير 6 عدات، هفضل ورا الوزن لحد ما اجيب 7 عدات و8 عدات و9 عدات و10 عدات و20 عده وهكذا، حتى لو هفضل يومين 3 اسبوع ايا كان مفيش اي مشكله. فبالتالي طالما الوزن جبت بيه 20 عده ابقى قادر ان انا اطلع بالوزن اللي بعده، والوزن اللي بعده هجيب برضو 6 عدات وارجع وهكذا. وهي بتكون رحله، دي رحله
تدرج الاوزان، انك فجاه جيت تبص لقيت عضلاتك كل مره بتشيلها وزن تقيل، فبتقول لك لا لازم نكبر نفسنا علشان جاي لنا مجهود نقدر نستقبل المجهود، العضلات تكبر، ومن هنا العضلات بتكون شكلها كبير، ومن هنا العضلات بتكبر. اساسا الجسم مش عايز يتطور، ولكن هو بيتطور عشان يحارب الحياه ويحارب الحاجه اللي جايه له. ويلا ننتقل على رقم 3. ورقم 3 وهو بالنسبه لي شرب الميه. العضله متكونه من 70% من الميه، ولما ما بتشربش ميه العضله بتكون ناشفه، بتكون جافه، مش بيكون فيها ميه، فبالتالي العضله بتاعتك مش هتكون فل، مش هتكون مليانه، مش هيكون فيها ميه كفايه انك تشوف حجم عضلي، او انت برضو لو انت بنت عضلاتك مش هتكون كبيره. ولما اقول لك كبنت ان انت يطلع لك عضلات او ايا كان، مش بقول لك انك يطلع لك عضلات زي الشباب او تكوني عندك عضلات زي الشباب، لا، يكون الشيب بتاعك مظبوط. فرقم 3 يا جماعه هو شرب الميه. احسب ميتك واشرب ميه، لان الجو اللي احنا فيه اصلا جو الصيف بيكون محتاج ميه كتيره، وقت التمرين بتكون محتاج ميه علشان عضلاتك تكون فل، عضلاتك تكون مليانه، يكون شكلك احسن. الميه بتطرد السموم، بتملى العضلات ميه. 70% من الجسم هو عباره عن ميه، متكون عن ميه. فبالنسبه لي رقم 3 اهم حاجه الميه. يبقى احنا كده عندنا رقم 1 التغذيه، عندنا رقم 2 التمرين وازاي ندرج الاوزان، وعندنا رقم 3 الميه واهميه شرب الميه. رقم 4 واهم حاجه هي الاستمراريه. يعني ايه استمر؟ استناني في رقم 5 علشان رقم 5 قوي جدا. الاستمراريه يعني ايه استمر، ويعني ايه ابقى اعرف يكون عندي شغف دايما واقدر اكمل في الجيم. طيب خلينا اديك بقى خطه حلوه تخليك تقدر تكمل في الجيم. انت النهارده كسلان، ما انتش عايز تنزل الجيم، فاحنا هنخدع عقلك. هنخدع عقلك ازاي؟ هنقول له يا عم انت مش هتتمرن غير 5 دقايق بس او 10 دقايق بس. هتقول لي انا هضحك على عقلي؟ هقول لك علم النفس بيقول كده والابحاث بتقول كده، ان انت لو خدعت عقلك وقلت لعقلك انا هلعب 5 دقايق بس او 10 دقايق بس، يبدا الجسم يخش في مرحله ان هو مستعد للتمرين، ومجرد ما تنزل التمرين تلعب اول عده اول عدتين مزاجك بقى حلو، الهرمونات اشتغلت، بدات ان انت تخدع عقلك وتكمل التمرينه من غير ما تحس. جيت تبص ايدك التمرينه بتاعتك خلصت من غير ما انت تحس. يبقى النصيحه رقم 4 لما تلاقي نفسك كسلان وما انتش قادر تنزل الجيم، اخدع عقلك وقول لعقلك انا هتمرن 5 دقايق بس او 10 دقايق بس، لا وكمان هنتمرن العضله اللي احنا بنحبها والعضله اللي احنا بنحب نشوفها كبيره. فبالتالي لما تنزل التمرين وتتمرن العضله اللي انت بتحبها هتبص تلاقي تحفيز، هوب قادر تتمرن، مزاجك حلو وقادر تكمل. النصيحه رقم 5 بجد مش فاكرها بعد الفاصل هنقول لكم النصيحه رقم 5. ريح يا ابني هبط. ويلا بينا على المفاجأة رقم 5. اعطي نفسك مفاجأة. اعطي نفسك مفاجأة، لا مش اعطي نفسك مفاجأة، اعطي نفسك هدية. يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه، ده عايز يتعالج ويجي لنا. يعني ايه اعطي نفسي هدية؟ تعالى اعرفك يعني ايه تعطي نفسك هدية. اول حاجة انت النهاردة بتتمرن، التمرين ده مش عايد عليك باي حاجة غير ان جسمك بيتحسن ويكون عندك عضلات. ايه الحاجة اللي احنا هناخدها لما نمسك دايت وناكل اكل مش بنحبه ونتمرن تمرين قاسي؟ قول لعقلك ان انت لو مشيت على التمرين ده والدايت ده لمدة 6 ايام انا هجيب الحاجة اللي انا بحبها، انا هاكل الشوكولاتة اللي انا بحبها، انا هعمل الحاجة اللي انا بحب اعملها، بس مش لازم او مش هينفع اعملها كل يوم. ومن هنا جسمك بيكون في مرحلة ان هو مستعد عمال يعمل الحاجة دي كل يوم بحماس علشان توصل للنتيجة النهائية انك بتكافئ نفسك. الانسان بطبعه بيحب المكافأة، يعني لو قلت لنفسك انك هتمشي على الدايت 7 ايام علشان تيجي في اليوم الثامن تاخد يوم فري، هتلاقيك ماشي 7 ايام من غير ما تاخد اي شيت ميل او من غير ما تضيع او من غير ما تعمل اي حاجة. يبقى النصيحة الخامسة بالنسبة لي انك توعد نفسك مكافأة في نهاية الخدمة. يعني الخدمة بتاعتنا 7 ايام دايت، بعد ال7 ايام انا عندي يوم فري هخرج فيه خروجة، هاكل فيه اكلة،
هاكل فيه اي حاجه انا بحبها، ومن هنا جسمك هيكون متحفز، ومن هنا جسمك هيكون مستعد ان هو يكون معاك لمده 8 ايام او مده 7 ايام او مده 10 ايام او شهر او ايا كان. هو عارف ان في الاخر في مكافاه، فهتلاقيك مستعد وهتلاقي جسمك مستعد معاك. بس يا جماعه، ودي كانت حلقه النهارده، حلقه من القلب، اهم 5 نصايح فرقوا معايا وفرقوا مع الناس اللي انا بمرنهم. انا على ارض الواقع مرنت فوق ال 10,000 عميل في الجيم بتاعي، فدي مشاكل بقابلها مع ناس كتير وبقول لك حلها، يا ريت تستفيد منها ويا ريت تعمل بيها. لو انت استفدت من الحلقه ما تنساش تعمل لي اشتراك في القناه وتعمل. يعني طلاق ما انت قول السؤال تاني. لو انت استفدت من الحلقه ما تنساش تعمل لي لايك وتدعمني باشتراك في القناه، وتكتب لي في الكومنت ايه اكتر حاجه انت محتاج تعرف عنها في الجيم، وانا على طول هرد عليك وهعمل لك فيديو. انا كابتن عزو، اتمنى ان اكون فدتك. سلام. الفيديو ده عدى نص ساعه يا ابني.